السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بأمر الله هعمل معاكم حبة قرص اقتصاديين جدا جدا، وطعمهم في منتهى الجمال. ينفعوك بقى افطار او عشاء او في لانش بوكس المدرسة. يلا بقى، لو اول مرة تشوفي قناتي انزلي بسرعة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد، ودوسولي لايك للفيديو. اهم حاجة اللايك يا بنات هو اللي بيرفع الفيديو. زي ما انتم شايفين القرصة بتاعتنا النهاردة تستحق اللايك. يعني قرص جميلة جدا جدا، هشة وطرية وزي العسل بالشكل ده. عملت من نص كيلو دقيق 18 قرصة، بسم الله ما شاء الله. يلا بينا ندخل على الطريقة ونشوف عملناها ازاي. اول حاجة انا هشتغل على نص كيلو دقيق زي ما قلت لكم. هحط عليه معلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة ورشة ملح، وابتدي اقلبهم كده كويس علشان ادمجهم كلهم كده في بعض. بعد كده هنزل عليهم بربع كوباية من المادة الدهنية، زيت أو سمنة أو زبدة، ربع كوباية من أي حاجة. أنا هنا حطيت سمنة، ما كانش عندي متوفر زيت في اليوم ده فنزلت بربع كوباية من السمنة. بعد كده هنزل بالمية، المية عادية خالص من الحنفية، وابتدي كده ألم الدقيق بالشكل اللي قدامكم ده. طبعا أهم حاجة العجن الكويس جدا جدا في العجينة، هو اللي بيديك النتيجة حلوة قوي قوي في الآخر يعني. اهم حاجه تعجني لحد ما العجينه تنعم معاك. هتعجني في العجينه زي 10 دقايق بس عشان تاخدي نتيجه حلوه قوي قوي في الاخر زي ما قلنا. هنا خلاص الدقيق اتلم معايا كده بالمعلقه، هنزل بايدي وابتدي اعجن كويس جدا جدا لحد ما العجينه تنعم معايا تماما. وهنا خلاص مش هضيف ميه تاني، العجينه اتظبطت معايا مش عايزه سوائل تاني خالص. ممكن تعجني بالحليب لو متوفر عندك، او تحطي علبه زبادي وتكملي بميه. الحاجه الموجوده عندك اشتغلي بيها. انا عجنتها بالميه وكانت في منتهى الجمال بامر الله. شايفين هنا بعد ما العجينة نعمت معايا بعد عجن كده زي 10 دقايق، ده قوام العجينة المناسب. وزي ما انتم شايفين كده ملساء وجميلة. هسيبها بقى تخمر، هغطيها بس الأول واسيبها تخمر، وبعد كده هرجع لكم ونشوف هنعمل فيها ايه تاني مع بعض. وهنا كانت خمرت بسم الله ما شاء الله بالشكل ده. هخرجها بقى على رشة من الدقيق. طبعا احنا هنشكل النص كيلو مرة واحدة، هيلا بيلا كده زي ما بيقولوا، مرة واحدة يعني أسرع طريقة للتشكيل بأمر الله. في ثواني كده هتكوني مشكلة النص كيلو كله. يعني انت ممكن تعملي كمية وتخزنيها في الفريزر، هتنفعك جدا جدا. خرجتها كده على رشة من الدقيق وابتدي اسويها كويس جدا بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. بعد كده هجيب رشة من الدقيق تحتها ورشة كده فوقيها، وابتدي افردها زي نص سنتي سمك، نص سنتي. افردها، احاول على قد ما اقدر افردها على شكل مستطيل. طبعا انا بديرها كل شوية كده علشان تتفرد بسمك موحد. طبعا ولاحظي انتوا بتفردي لازم تفردي من النص لبره ومن النص لجوه علشان تتفرد معاكي بسمك واحد. شايفين السمك بتاعها ده؟ السمك المظبوط بتاعها. جبت بقى 3 معالق من السكر كبار ومعلقه كبيره من الدقيق، قلبتهم كده في بعض وابتدي ارشهم على سطح العجينه بالشكل ده. بعد ما خلاص اتاكدت ان الحشوه اتوزعت بالشكل ده، هلف العجينه رول بالشكل ده. شايفين طريقه التشكيل؟ والله ما في اسهل من كده. طب ايه فايدة معلقة الدقيق اللي احنا حطيناها على السكر؟ ببساطة كده معلقة الدقيق بتساعد السكر بعد ما يسيح معايا ما يرجعش يتكتل تاني. يعني القرص معاكي هتبقى بأمر الله زي ما تكون كده مسقية شربات او عسل، يعني حاجة كده تحفة اللهم بارك. بس كده هبتدي اقطع القرص معايا في حدود عقلتين صباع مش اكتر. شايفين في حدود عقلتين صباع بس مش اكتر، اهي بالشكل ده. طبعا نص كيلو هيعمل معايا بأمر الله 18 قرصة، وحجم حلو قوي قوي. بعد كده هاخد القرص، شايفين التوريقة اللي من جوه، على في صينية مدهونة مسحة زيت خفيفة. طبعا لو لقيت القرص بتلزق مني كده، بليها بلة دقيق خفيفة جدا جدا واضغطي عليها، تتضغط بمنتهى السهولة ومش هتأثر عليها خالص. بلة دقيق خفيفة جدا جدا. اهم حاجة تسويها كويس انتوا بتضغطي عليها. شايفين شكلهم؟ خلي كده مسافة ما بين كل قرصة والتانية عشان هما لسه هيخمروا وهيكبروا معاكي، هينفشوا. طبعا لازم الصينية تكون ممسوحة مسحة زيت خفيفة جدا علشان السكر هيسيح، عشان تعرفي تخرجين بعد كده. شايفين هنا هخلص الكمية كلها بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. هنا خلاص خلصت الكمية. هسيبها بقى تخمر، هسيبها بس زي ربع ساعة بس مش اكتر.
وهنا خلاص كانت خمرت معايا بالشكل ده. شايفين تضاعف حجمها ازاي؟ هجيب ادهن الوش بقى بتاعها ميه عاديه خالص بدون اي اضافات. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. بعد ما ادهن الوش كويس جدا بالميه بالشكل ده، هحطها في فرن. اهم حاجه الفرن يكون سخن جدا جدا عشان المعجنات تفضل طريه معاك، تحتفظ بالطراوه، ما تنشفش تتمص منك. يعني هسخن الفرن حلو قوي قوي. بعد كده هحط المعجنات فيها وهدي درجه الحراره. تطلع معاكي بالشكل الجميل ده. طبعا راعي كل شويه ديريها علشان تاخد لون موحد من جميع الجهات بالشكل ده. عايزه اقول لكم التسويه ولا كلمه، مظبوطه جدا جدا من فوق ومن تحت. شايفين؟ تحفه ما شاء الله. شايفين كمان الطراوه؟ والله ما في احلى من كده. يلا بقى اعملي كميه وخزنيها في الفريزر، تنفعك جدا جدا. بعد ما يبردوا انا هكيسهم على الفريزر على طول، بينفعوني جدا جدا. انا بفطر منهم وساعات بدي بينهم كمان بنت الحضانه. شايفين قلب القرص ابيض وزي الفل ازاي؟ زي القطن، هشه وطريه. عايزه اقول لكم انا حاسه اني ماسكه في ايدي حته قطن، خفيفه بشكل مش طبيعي. وهنا اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عايزين اي حاجه اطلبوها وانا عينيا ليكم. يا ريت بقى تدعموني باللايك، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد. دمتم سالمين ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.